السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزاتي متتبعات قناة شهوة داري مع بشرى ومريم. اليوم جيت ودائما كيف ما تنعودكم بالجديد. جبت لكم بسبوسة هائلة رائعة بشكل جديد، أول مرة على اليوتيوب، يعني غادي تلقاوها غير في قناة شهوة داري مع بشرى ومريم. بسبوسة بالكريمة هائلة، البسبوسه السوداء شي حاجه رائعه. انا اكيد انها غادي تنال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تبخلوش علينا بلي لايك ديالكم واشتراكات ديالكم والتشجيعات ديالكم. تحياتي من عند بشرى ومريم. نخليكم مع لا فيديو، ولكن قبل ما نخليكم مع الفيديو غادي نخليكم تشوفوا البسبوسه ديالنا كيف تجي من الوسط. تناخذوا البسبوسه ديالنا راه ديجا قطعناها على بركه الله. هذا هو الشكل ديال البسبوسه ديالنا بالكريمه، تتجي على هذا الشكل، تتجي هائله. انا اكيده انها غادي تنال الاعجاب ديالكم وغادي تعجبكم. شي حاجه رائعه رائعه، صدقوني البنات. كيف ما تشوفوا معايا طبقه البسبوسه، طبقه الكريمه وطبقه البسبوسه، تتجي غنيه ومعلكه، ونتمنى تعجبكم. نخليكم مع لا فيديو. بالنسبه للمقادير على بركه الله، تنحتاجو 3 بيضات بحراره المطبخ، تنحتاجو واحد الياغورت ديال الفاني، تنحتاجو كذلك 2 ساشيات ديال الخميره الفوريه 8 غرام ما يعادل 16 غرام بجوج. تنحتاجو واحد الساشيه ديال الفاني كيف ما تشوفوا معايا للتنسيم. تنحتاجو كاس الا ربع زيت، تنحتاجو كاس الا ربع سكر، تنحتاجو كاس الا ربع حليب، وتنحتاجو كاس وربع ديال السميد الرقيق. تنحتاجو كذلك قبصه ملح، وتنحتاجو كذلك معنا 2 ديال المعالق ديال الكاكاو. وغادي نبداو على بركه الله نصاغبوا البسبوسه ديالنا. بسم الله على بركه الله. تناخذوا 3 بيضات ديالنا، ساشيه ديال الفاني ديالنا، وكذلك القبصه ديال الملح، القبصه ديال الملح. تنحتاجو كذلك الكاس الا ربع سكر، تنضيفو كاس وربع حليب، كاس وربع زيت. تنمزجو مزيان الخليط ديالنا جيدا. تنضيفو الياغورت بالنكهه ديال الفاني. غادي نضيف 2 معالق ديال الكاكاو. المر انا درت المر ماشي محلى. تنبقى غادي ناخذوا غربال وغادي نغربلوها سميده رقيقه البنات. كاس فايت وربع شويه، هانتوما معايا. دابا غادي نمخل البيكين باودر. كيف ما تنقول لكم القاعده دائما خصنا نمخلوها. تنديروا 2 تنمخلوها جيدا. من بعد ما مسجناها جيدا غادي نردوها جانبا. بالنسبه لليمون تناخذوه تنفرشوا ليه الورق، وغادي ندهنوه من الجناب، وغادي نرشوه بالسميد. تندهنوه بشويه الزبده. غادي نصبو نصف كيف ما تشوفوا معايا. غنصبوا نصف الكميه، والنصف الاخر غادي نغطوه بلاستيكه ونحتفظوا به جانبا. بسم الله الرحمن الرحيم. هانتوما معايا
نزيد غير واحد شويه. غادي ندخلوها الان للفرن، وغنشعلوها من التحت حتى تيضاعف الحجم ديالها، ونعاودو نشعلوها عليها من الفوق ونرجع لكم. تشوفوا معايا غادي نغطي عليه بلاستيك هكا، وغادي نخليه على جنب، وندوزو نوجدو الكريمه ديالنا. بالنسبه للكريمه ديالنا اللي تتجي وسط البسبوسه، تنحتاجوا لها نصف لتر ديال الحليب، تنحتاجوا لها 3 معالق من النشا، تنحتاجوا لها 4 معالق من السكر، وتنحتاجوا 80 غرام من الشوكولاته السوداء. غادي نبداو الان على بركه الله. تنديروا تناخذوا الكاسرول ديالنا، تنديروا فيه 4 معالق ديال السكر، 1 2 3 4، و3 معالق ديال النشا، 1 2 3 معالق ديال النشا، وغادي نحركوا جيدا. صافي غادي نخليها على جنب. غادي نديرها على نار مهيله. تنديروا الكريمه ديالنا على النار كيف ما تتشوفوا معايا، مع التحريك المستمر. مزيان انها صايه قدات ليا. غادي دابا ندوزو باش نديروا لها الشوكولات وردوا معاها البال البنات، راه دغيا تتجمد، يعني خص ديجا البسبوسه ديالي تكون خارجه. شوفوا معايا غادي نبدا وهي سخونه نضيف ليها الشوكولاته ديالي. كيف ما تتشوفوا معايا هذا هي البسبوسه ديالي، شفتوا كي تتجي. دابا غادي نصب فوقها الكريمه على هذا الشكل، وغادي نخلي الكريمه حتى تبرد. نوزع الكريمه، غادي نخليوها هنايا حتى تجمد ليا، ونرجعوا باش غادي نكملوا المرحله الثانيه. كيف ما تتشوفوا فاش نبقاو نقيسوا الكريمه تلقاوها يعني شدات في راسها. غادي ناخذوا دابا الباقي ديال الخليط ديال البسبوسه ديالنا، ها نتوما، وغادي نكبوا فوق منها على هذا الشكل. دابا من بعد ما وزعت الخليط ديال البسبوسه، غادي دابا ندخلها للنار وغنشعل عليها غير من الفوق حتى تطيب ليا، وغادي نخرجها. وقبل داك غندخلها الفران وغنمروا باش غادي نصاوبوا السيرو باش غادي نسقيوها، الحليب والشوكولاط باش غنسقيوها. بالنسبه للحليب ديالنا تنحتاجوا كاس ديال الحليب مملوء 200 مليلتر ديال الحليب، تنصبوها وتنضيفوا عليها الشوكولاط. تنديروا 50 غرام، تنديروا 50 غرام ديال الشوكولاط. غادي نديرها تذوب فوق النار ونرجع لكم هذا باش غادي نسقي البسبوسه ديالي. من بعد ما سخنا الحليب ديالنا بالشوكولاط غادي نخليوه، مزجناه جيدا كيف ما تشوفوا معايا. غادي نخليوه يبرد على ما نخرجوا البسبوسه من الفرن وغادي نسقيوها. الا كانت عندنا البسبوسه بارده ضروري هذا الخليط ديال الحليب والشوكولاط يكون سخون. الا كانت عندنا البسبوسه سخونه هذا خصو يكون بارد. المهم غادي نخليها على جنب حتى نخرجوا البسبوسه ديالنا ونتلاقاو باذن الرحمن. كيف ما تشوفوا معايا من بعد ما خرجت البسبوسه ديالي هاك شعلت عليها غير من الفوق، شفتوا كيف تتجي غزاله. غادي الان غادي ناخذ البسبوسه سخونه الله خرجتها من الفران، والخليط ديال الشوكولاط ديالي راه برد بالحليب. غادي دابا نبدا نسقي على هذا الشكل. بسم الله. سكين او عود ديال الاسنان غير على هذا الشكل، غير تقيبات صغار البنات ما تنهبطش.
ونخليها حتى تشرب شويه، وغادي ندوزو باش غادي نحيدوها من الليمون ونقلبو باش نعاودو نسقيو. غادي ناخذ نفس السكين وغادي ندوزو عليها هكا من الجناب. اللي غادي نحط فيه البسبوسه ديالي، وغادي نهز البسبوسه على هذا الشكل هذا. بغيت غير نوريكم كيف تتجي من الجنب هانتوما، وغادي نقلبها بسم الله الرحمن الرحيم على هذا الشكل. غادي نزول الكاريط غير بشويه، تشوفوا معايا. من بعد ما زولت ليها الكاريط غير بشويه، غادي دابا نسقيها داكشي اللي بقى ليا على هذا الشكل. تنسقيها مزيان. وكي تجي بغيتكم تشوفوها، تجي طبقه ديال البسبوسه وطبقه ديال الكريمه وطبقه ديال البسبوسه. دابا غادي نزينوها ان شاء الله. بالنسبه للتزيين تناخذوا حبيبات لا فيرميسيل كيف ما تشوفوا معايا الشوكولات، وتنغبرها مزيان. تشوفوا معايا هذا هو الشكل ديال البسبوسه ديالي من بعد ما زينتها من الفوق بالفيرميسيل. دابا غادي نقطعها. بالنسبه للتزيين درت واحد شويه ديال الشوكولاته في البوش، شوكولاته ديال الدهن، وغادي المهم خديت واحد شويه ديال الفيوتين ودرتو فوق دوك الوريضات اللي درت باش نكسروا الاسود. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالنا. بالصحه والراحه، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، انا اكيد انها غادي تعجبكم. درت شوكولاته ديال الدهن في البوش، درتها على شكل وريضات هنايا، وخديت شويه ديال الفيوتين وبقيت تنوزعو فوق الوريضات كيف ما تشوفوا معايا. راه تتجي رائعه وحاجه جديده ومختلفه ومغايره. بالصحه والراحه، ونتمنى تبداو تتابعونا دائما. تحياتي من عند بشرى ومريم، والى فيديو اخر، مع السلامه.